بما ان مفيش عربيات زيرو موجوده في السوق دلوقتي، فده فتح باب كبير جدا للعربيات المستعمله، وعشان سوق العربيات المستعمله اتزحم جدا فبدات تظهر المصطلحات كتير. والمصطلحات دي لو انت كنت بتفكر تشتري عربيه زيرو يعني ورحت تجيب مستعمل، هتلاقي نفسك اول مره تواجهها. مصطلحات اللي كان بيتقال عليها الاول عربيه استخدام سيده، وعربيه استخدام طبيب، وعربيه بيتي والحاجات دي، لا الكلام ده كله انتهى، بقى في كلام جديد نزل خالص. والكلام ده لو لقيته بيتقال على اي عربيه مستعمله انت بتشتريها، تعرف انك لازم تكشف عليها كويس قوي، لان غالبا العربيه تطلع مقلب. في الفيديو ده بقى انا عايز اعمل لك دليل عن المصطلحات الجديده دي ومعناها ايه بالنسبه للمصطلحات القديمه. اول مصطلح فيهم العربيه دي مغسوله بوهيه، ومغسوله بوهيه دي هي النسخه الجديده من العربيه رشه بره او رشه نظافه. والرشه نظافه دي اللي هي العربيه اللي بقى فيها خرابيش من بره والدهان بتاعها بهت كده وبقى شكله قديم، فالمفروض انها بتترش عشان ترجع جديده تاني. فدي مغسوله بوهيه، دي اللي هم يا دوبك بس غسلوها عشان يبقى شكلها حلو. في عندك بعد كده تاريخها كله ولاد اصول، ودي النسخه الجديده من عربيه بيتي. يعني العربيه دي ما كانتش عربيه بتاعت شغل، مش في مكتب ايجار او شغاله اوبر او كده، دي عربيه استخدام في البيت، واللي كان بيستخدمها كان محافظ عليها قوي. وفي عندك برضو صالون يتسمى عليه، دي اللي هي العربيه اللي كان بيتقال عليها قبل كده الصالون بتاعها لسه بيكاسو، يعني تبص في العربيه من جوه تقول بسم الله ما شاء الله ايه الحلاوه دي. فده الصالون اللي يتسمى عليه، اللي هو لسه بحالته يعني ما تهنش. وفي عندك مدفوع لها جراج قد حقها مرتين، وده لهواة بقى العربيات الفابريكا، العربيات اللي هي ما اتركنتش بره في الشارع في الشمس والدهان بتاعها كلح او بهت، يعني لسه الدهان بتاعها بيلمع ولسه كأن العربيه خارجه من المعرض دلوقتي. فيقول لك العربيه دي مصروف عليها جراج قد حقها مرتين، يعني العربيه كانت بتتحط في جراج ومقفول عليها ومتحافظ عليها. وفي عندك عربيه دلع تمشي تتكعبل، دي اللي هي العربيه اللي كان بيتقال عليها الاول عربيه متظبطه ومتعدله، دلوقتي بقى اسمها عربيه دلع، العربيه اللي راكب فيها حاجات واكسسوارات وبتاع، فمن كتر الحاجات اللي راكبه فيها وشكلها حلو جدا وبتمشي تقول يا ارض تهدي ما عليك قدي، فبقت تمشي تتكعبل. ده المصطلح الجديد بتاع الموضوع ده. وفي عندك بعد كده يقول لك طنبيل بجد مش عربيه، ده بقى اللي هو النسخه الجديده من المقوله بتاعت اسد عجوز ولا قرد بصحته، اللي هي العربيات القديمه اللي مبقاش منها تاني، مش عربيه بقى من العربيات الجديده اللي فيها شاشات وفيها انوار وفيها حاجات، لا ده طنبيل، ده اللي هو من الزمن اللي فات، من الحاجات اللي كانت معموله عشان تعيش العمر كله، الزلموكات بقى وال 504 والحاجات دي. ودي غالبا نوعيه الجمل اللي تحب تسمعها لو انت داخل تشتري عربيه ومعاك ميداليه مفاتيح كبيره جدا وماسك 3 موبايلات وعلبه سجاير في ايد واحده، او حديثا بقيت تلبس ايربودز طول الوقت وبتنام بيهم كمان. فدي الجمل بتاعت واخد بالك. في بعد كده بقى المصطلحات الطبيه زي مصطلح فخدتين سلام وصدر واقف، وده يعني يتفهم غلط في اوجه كتير، بس الحقيقه ان هو المصطلح الجديد من الحوض سليم، وده برضو يحس ان هو مصطلح طبي يعني، بس هو المهم ان معنى الموضوع ده الفخدتين سلام يعني مفيش شروخ في البطاحات بتاعت العربيه من الاستخدام، وده بيتقال بالذات في العربيات القديمه او عربيات معينه معروف ان البطاحات بتاعتها بتشرخ. والصدر واقف دي يعني العربيه ما خدتش اي خبطات من قدام، فوش العربيه سليم ومريحش، فدي معنى الصدر واقف. في عندك العربيه لسه بتتعلم المشي، وده برضو المصطلح الجديد من عربيه كسر زيرو، اللي هي العربيه ماشيه كيلوهات قليله جدا لدرجه انها لسه ما اتعلمتش المشي، لسه بتتعلم المشي، لسه بتتعود على الشوارع وازاي تروح وتيجي يعني. وتحس المصطلح ده فيه ممارسه بيعيه غلط، فيه حاجه مش مظبوطه في الموضوع. اللي بعد كده هو ان العربيه فيها رخصه سنتين على الشباك، وده المصطلح اللي احتار فيه العلماء كتير، بس هو معناه ان العربيه المفروض بتفحص كل 3 سنين، فلو هو لسه فاحص بالعربيه ومجدد الرخصه سنه، يبقى العربيه فيها سنتين تجديد تعملهم من على الشباك بتاع التجديد بدون ما تخش الفحص. هي حاجه معقده جدا، بس هي لو انت بتروح ترخص عربيتك بنفسك هتبقى فاهم الموضوع ده كويس، لان الفحص رخم جدا. فسنه على الشباك او سنتين على الشباك يعني فاضل لها قد ايه لغايه اما تفحص في التجديد الجاي. عندك بقى مصطلحين مرتبطين ببعض جدا، مصطلح عربيه واقفه على حيلها، ومصطلح اركب وزمر. اركب وزمر ده انا بحبه جدا يعني. والمصطلحين دول غالبا بيتقالوا على العربيات القديمه شويه، اللي هي عاده الحاله بتاعتها في السن ده محتاجه صيانه كتير. فالعربيه الواقفه على حيلها هي عربيه متصينه كويس جدا ومتغير فيها كل حاجه وبيتعمل لها صيانه دوريه بانتظام، فالعربيه مش محتاجه اي مصروف، هتركبها وتمشي على طول، تركب وتزمر على طول بدون ما تحتاج تعمل فيها اي شغل. عربيه من اللي ما عادش منه، دي النسخه الجديده من حاله نادره، اللي هي العربيات القديمه اللي عاده معظم الحالات اللي موجوده منها في السوق متبهدله جدا، فالعربيه دي حاله نادره، دي من اللي ما عادش منه خلاص يعني، العربيه حالتها مش هتلاقي زيها تاني في السوق. وفي برضه مصطلح العربيه بيتوته، بيتوته دي اللي هي العربيات اللي بيتقال عليها
دي يا دوبك كانت من البيت للنادي، وكانت من البيت من المدرسه، وكانت من البيت للسوبر ماركت. اللي هي عربيه ما كانتش بتروح مشاوير بعيده، ولا كانت بتسافر ولا بتاع، عامله كيلوهات قليله في الاستخدام بتاع البيت يعني. واخيرا نختم بالمصطلح اللي تقريبا جاي من سوق المواشي مباشره على سوق العربيات المستعمله، وهو مصطلح معلوفه فلوس. ومعلوفه فلوس دي اللي هي العربيه اللي المفروض يعني بيتقال عنها ان هي عربيه مصروف عليها كويس جدا، كان بيجيب لها قطع غيار اصليه، وكان بيصينها صيانه دوريه، وما كانش بيسيب اي حاجه فيها لما يعملها، حتى لو في خدش كده كان مضايقه كان بيعمله على طول. فالعربيه اتعلفت فلوس طول وقتها وهي معاه، فبالتالي انت تاخدها منه وهي معلوفه وزي الفل وجاهزه على طول انك تركبها وتزمر زي ما كنا بنقول. بس كده، فدي المصطلحات العامه اللي انت هتقابلها لو انت بتشتري عربيه مستعمله دلوقتي. واللي انصحك لو لقيت اي مصطلح منهم بيتقال على العربيه اللي انت بتشتريها انك تكشف عليها كويس. المهم بقى لو بتشتري اي عربيه مستعمله، انصحك تخش على موقع هتلاقي تشوف فيه متوسط اسعار العربيات المستعمله، عشان الاسعار دلوقتي بتتغير بسرعه جدا. وكمان تشوف العربيات المستعمله اللي معروضه عندهم تقريبا من كل الموديلات وكل الانواع. فهتلاقي اللينك بتاعهم موجود تحت الفيديو، ممكن تبص على الويب سايت عندهم على موضوع العربيات المستعمله ده. وبس كده، قولوا لي بقى ايه اغرب المصطلحات التانية غير اللي انا قلتها اللي انتوا شفتوها في سوق العربيات المستعمله، ومعناها ايه بالمره، عشان احيانا بيبقى في مصطلحات لوغاريتميه شويه ما بنفهمش معناها ايه. مستني مشاركاتكم في الكومنتات.